السلام عليكم. الفيديو ده مهم جدا جدا لكل ولادنا وبناتنا المراهقين، اللي لسه يعني حديث البلوغ. طيب الفيديو ده مهم ليه؟ لان فيه مجموعة من النصايح ليهم هتفيدهم جدا جدا في نظافتهم الشخصية واهتمامهم بنفسهم. طيب كلنا عارفين ان مرحلة المراهقة دي من المراحل اللي بتبقى يعني فيها صعوبة شوية، مش هقول انها صعبة قوي، ولكن يعني بتمر ببعض التغيرات الكتيرة، سواء كانت بعض التغيرات في التصرفات او تغيرات هرمونية وفسيولوجية في جسم المراهق والمراهقة. طيب ده بيتسبب في ايه؟ ده بيتسبب ان التغيرات دي في بعض الاوقات اقل مجهود بيعملوه، سواء بيلعبوا رياضة او ممكن بيجروا او اي مجهود بيعملوه، ممكن يروح مطلع ريحة عرق يعني كريهة، وبتكون عند الولاد وعند البنات بتكون مش كويسة خالص. طيب احنا قبل ما نتكلم عن بعض الخطوات اللي المفروض ناخد بالنا منها كمراهق او مراهقة، ولو هما مش هيشوفوا الفيديو ده باباهم او مامتهم ممكن يعدي عليهم فهم ينصحوهم. طيب اولا لازم انا كأم وهو كأب يكون اصلا ممهد لاولاده المرحلة دي، ايه التغيرات اللي بتحصل فيها والمفروض نهتم بيها ازاي، وانت كأب تفهم ابنك بعض الامور الخاصة بيه، وانت كأم كمان تفهمي بنتك من البداية. طيب اهم حاجة لازم ناخد بالنا منها ونعرفها لهم ان هم لازم ينتبهوا لسنن الفطرة اللي احنا عارفينها طبعا كلنا، ان هم يكونوا كل فترة حيض خصوصا عند البنات، ان هم ياخدوا بالهم من الامر ده بإزالة الشعر في الاماكن المعروفة. بالنسبة للأولاد، الأب لازم يكون بيتكلم معاه بشكل صريح جدا، ما ينفعش يسيبه لأصدقائه أو يسيبه للإنترنت، لأ، انت مرجعيته الأولى والمهمة. طيب النقطة الأولى، المراهقين لازم يعرفوا أهمية النظافة الشخصية في المرحلة دي، لأنها مهمة جدا جدا، مش مجرد إن احنا بنعملها شياكة بس، لأ، هتفيدك في حاجات كتير جدا. أولا هي بتقيك وبتبعد عنك أي ميكروبات أو أي جراثيم او اي عدوى او اي مشاكل صحية، فدي نقطة اولى. النقطة التانية المهمة جدا ان هي مش بتخليك تتجنب اي مواقف فيها حرج. يعني لو انت دخلت وسط ناس مثلا واعزكم الله ريحه فمك مش كويسه، فاكيد بيبان شويه على الناس ان هم اتضايقوا، او دخلتوا او انت دخلتي وفي ريحه عرق مش كويسه، فالجو المحيط تحسيه توتر كده شويه، فده بيخليك تتجنب المواقف المحرجه. نقطه تانية، بيخلي عندك ثقه في نفسك، انت نازل او انت نازله عارفه انك لابسه كويس، ولبسك طبعا حشم ونضيف وريحته حلوه، مش متعطره ولكن لبسك نضيف ومغسول. الحاجات دي بتخلي فيه ثقه في النفس وبتخلي فيه قبول وسط المحيط اللي انت فيه. فموضوع النظافه الشخصيه ما هياش حاجه احنا بس بنقولها كده عايزين نضايقكم او نقول لكم هي غرضها مجرد شياكه فقط، لا اطلاقا، ليها فوائد كتير جدا، واهمها واولها ان احنا كمسلمين اصلا احنا النظافه من اصل ديننا، والطهور شطر الايمان، فدي لازم تكون اولى الحاجات اللي احنا عارفينها كمراهقين. طيب ايه اللي انا اعمله كمراهق او كمراهقه علشان احافظ على مظهري وعلى ريحتي على طول؟ اول حاجه بلاش ناخد اكل كتير من بره، الفاست فود، البرجر والكلام ده كله والتوابل الكتير اللي فيه والحاجات دي كلها، لان معروف ان كثرة التوابل وكثرة الاكل اللي بيبقى من بره ده بيعمل روائح بتكون كريهة. نقطة تانية، لازم اخد بالي من نوعية لبسي، ولو انا مش عارف ايه الاقمشة اللي المفروض البسها في الوقت ده، بابا وماما المفروض ان هم يدلونا على حاجة زي كده. الملابس اللي هي تكون على القطن او ما فيهاش الياف اللي هي بتسبب التعرق الشديد، فدي نقطة لازم ناخد بالنا منها. نقطة ثالثة، موضوع الاهتمام بغسيل الأسنان المستمر، مرة الصبح ومرة بالليل قبل ما ننام، ولو واكل أي حاجة فيها ريحة نفاذة بصل أو توم أو كده لابد إن أنت تغسل سنانك كويس. نقطة ثالثة، نقطة رابعة واللي اتكلمت فيها في الأول، موضوع سنن الفطرة وإزالة الشعر الزائد، دي نقطة مهمة جدا ولازم ناخد بالنا منها كبنات وكولاد. طيب في نقطة زيادة بقى للبنات خصوصا في فترة الحيض، بعض البنات للأسف الشديد بيهملوا التبديل المستمر للأمور الطبية والصحية اللي المفروض ان هم بيضعوها وقت فترة الحيض، ما ينفعش إطلاقا طبيا. المفروض ان انت بتشيلي
الامر ده كل 6 ساعات تقريبا، او حسب الاحتياج. في بنات ممكن تبدله بدل المره 3 أو 4 في اليوم على حسب الكثافه يعني. فدي نقطة مهمة لأنها بتجمع ميكروبات وجراثيم ودم فاسد وحاجات كده، فلازم تهتمي بالنقطة دي على طول. لازم تبدلي الملابس نفسها. ما ينفعش تكون الملابس فقط هي الموجودة، يكون في مثلا فوقيها برمودا أو بنطلون أو أي حاجة يعني زي ما بتسميها، لازم تكون فوق الملابس دي. ما ينفعش تخرجي خالص إطلاقا في الفترة دي وانتي كده. تهتمي بموضوع الدش الدافي، تكوني حاطه شاور جل جميل كده يريح اعصابك ويهديكي. تبعدي عن المنبهات والحاجات اللي بتوتر الاعصاب في الفتره دي بالذات. المشروبات الهاديه الدافيه زي اليانسون والنعناع والحاجات دي كلها. اللبس لو تعرقتوا فيه ما ينفعش يتحط ينشف ونقول هنلبسه تاني ابدا، بالعكس بيعمل ريحه سيئه جدا. المفروض طالما تعرقنا فيه نحطه في الغساله يتغسل وناخد حاجه تانية. دي ابرز النصايح او الحاجات للمراهقين والمراهقات، خصوصا البنات في فتره الحيض. لابد ان هم يهتموا جدا بالنقطه دي، ولازم تاخدي بالك بقى